السلام عليكم. مرحب بيكم. النهارده هناخد سيزون جديد، مع اننا داخلين على الشتاء اهو. هناخد تعليم السباحه في البحر او تعليم السباحه للمبتدئين. ازاي تتعلم حتى لو انت على الشط وعايز تكمل سباحه، يعني شايف الشط قدامك زي ما انت شايف كده اهو، عايز تكمل عوم ازاي؟ طب تبدا الاول، تبدا منين عشان تعوم تبقى محترف في العوم؟ اول حاجه هناخدها النهارده خدناها في الفيديوهات بتاعت تعليم السباحه، الطفو. الطفو هو شيء اساسي، او هو الوضع الانزلاقي للميه، هو شيء اساسي من اساسيات السباحه. نبدا نشوف احنا بنعمل ايه بالظبط. دلوقتي انا واحد طول حياتي كلها، سواء من اسكندريه او البحر الاحمر او اي بحر، وكنت انت بحراوي عايز تتعلم السباحه، ببدا بايه الاول؟ انا اول حاجه كنت بخاف ان انا اخش في الغويط عشان ما بعرفش اعوم. طيب احنا هنبدا باول حاجه فعلا اللي احنا مش هنخش في الغويط، نبدا بحته ان شاء الله طفو لغايه ما نوصل. بص لغايه اول كده، تعالى خش معايا، خش معايا كده طفره كده. طبعا احنا بنصور هنا في مرسى مطروح، وبنصور في شاطئ رومل. يا جمالك يا رومل. اول حاجه طبعا انت بتبدا انك تتعال تعملها، هي اللي جسمك يطفو فوق الميه. يعني ايه يا كابتن؟ بص على ايدي كده اهو، هات ايدي هنا، بص على ايدي هنا كده، ايدي هنا كلها طافيه فوق الميه. اعتبر ده ايدك دي هي جسمك، اعتبر ايدك، خش على ايدي، اعتبر ايدك هي جسمك. ايدك كده كلها على الميه، هي بس فوق الميه. لو جيت عملت كده جسمي بدا ينزل فوق، ينزل تحت الميه. لكن لو فردت ايدي كده نفس الكلام. انت هو واقف على الشط عندك فوبيا من الميه، اول حاجه تتعلمها هجيب نضاره عشان الميه المالحه بتحرق العين، وابدا البسها كده. تمام؟ هبدا همسك بايديا الاثنين دول على الرمله كده اهو، وابدا احط وشي بالراحه في الميه وافرد جسمي، واخد نفس كبير وافرد جسمي. حلو قوي. لقيت جسمي فوق وانا ماسك رجلي، وانا حاطط ايدي على الميه. هبدا اعين ايد واحده بالراحه وافرد الايد الثانيه واخلي الثانيه على الارض اهي. حلو قوي. هبدا بالراحه برضك اعين ايدي الثانيه، كل ده انا واقف على الشط، وافرد ايدي الاثنين اشوف كده ايه اللي هيحصل لي. لقيت جسمي هنا، تعالى عليا. لقيت جسمي هنا مفروض فوق الميه، طبعا منظر البحر جميل. لقيت جسمي هنا مفروض فوق الميه، هبدا اللي اتجرأ شويه وابدا اقف بمشط رجليا وادي لنفسي دفعه، وانا هنا اهو جسمي طافي اهو. كل ده وانا واقف، يعني بص يا دوب على ركبتي اهو. لقيت نفسي طافي والميه سحباني. هبدا اعملها من هنا تاني واجي لكم كده. ده اول حاجه لازم تتعلمها الاول. طبعا اول حاجه هي هتعلمك هي الحركه دي اول البدايه اللي بنبدا نتعلم منها السباحه يا كابتن. الطفو ده 50% او 60% هي من سباحه العوم، اللي انت عشان تتعلم اي سباحه ايا كانت لازم تتعلم الطفو الاول. هيديك الثقه، هيديك الامان. كون ان جسمك بقى فوق الميه ده كده انت عملت حاجز كبير ليك. طبعا الميه هنا مالحه توجع عينيا، بس هلبس نظاره تاني اهو، وابدا. انا واحد رايح اصيف وعايز اتعلم السباحه وانا في البحر، ببدا الاول هنا اهو كده، هو ما فيهاش كسوف. هبدا الاول احط ايدي في الميه واحط وشي وافرد جسمي اهو. بعد كده هبدا احط ايد واحده فوق واهي. مع التدريج ابدا اسيب الثانيه اشوف ايه اللي هيحصل لي. الله، ده لقيت نفسي في الحته ال4 شبر دي. تعالى عليا. لقيت نفسي في الحته ال4 شبر دي، انا جسمي عمال يطفو فوق الميه. لا انا اتجرأ شويه بقى، اخش سنه كمان اهو. خش معايا.
خش ما تخافش خش. عشان التليفون الشنطة فك وحط في الشنطة. ما عشان الشنطة فك وحط في الشنطة. سيب الكاميرا زي ما هي. معلش يا جدعان اللي بيصورني بس بيحط التليفون عشان ما هينزل معايا شوية. أول حاجة زي ما قلت لك اللي أنا بفرد جسمي في حتة خريطة زي كده، حتى لو في البحر أو في حمام السباحة تبدأ الأول بتعمل الحركة دي اللي هي حركة الطفو، اللي أنت تخلي جسمك طافي فوق المايه الأول. كل ما جسمك طافي فوق المايه دوت أنت بتخلي نفسك اللي أنت تبقى رافع جسمك فوق. تمام؟ هنبدأ بقى نتجرأ ونشوف هنعمل ايه. امسك يا باشا. طبعا نشكر الراجل ده اللي بيصورنا النهارده، نشكره. خلاص انا جرأت بقى ان جسمي طفى فوق الميه، هبدأ ان انا افرد جسمي كمان. الله حلو قوي. هبدأ تاني، لقيت الماء وصلت لغايه اهو بس تحتيه طول. تمام؟ ببدأ اخد نفس وادي جامب وافرد جسمي تاني اهو. ولازم في الاخر قبل ما تطلع تبدا تفضي بابلز. ده اول حاجه اللي هو الوضع الانزلاقي اللي هو الطف. ده اول حاجه اللي انت لازم تتعلمه، حتى لو عملت جسمك طفيت جسمك بالعكس اللي هو سباحه الظهر اهو. سواء دي او دي ده طف. كون ان جسمك مفروض في الميه، كون الجسم مفروض فوق الميه كده اهو، كون ان الجسم هيترفع، كون ان الجسم نزل كده فجسمك هينزل تحت، لكن اول ما تفرد جسمك هتلاقي جسمك اترفع فوق اهو. انا بقول لك انا مش عارف عاوز ايه لحد ما وصلت للحاجه. تمام؟ انتظروا الحلقه الثانيه من تعليم السباحه في البحر. ضربات الرجلين وازاي بقى اللي احنا نكمل ونعمل ضربات الرجلين عشان نمشي مسافه اطول. انتظروا الحلقه الجايه هناخد فيها طفو مع ضربات الرجلين وازاي تعمل ضربات الرجلين. دي حلقه مهمه جدا هتبدا تساعدك انك جسمك يمشي قدام شويه. انتظروا الحلقه الثانيه. شكرا.